السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا جدا. بصوا يا حبايب قلبي، انا المرة اللي فاتت عملت لكم الكبسة باللحمة وعجبت جوزي جدا. قال لي اعملها بالفراخ. انا كنت عايزة اعمل الفراخ بخضار، قال لي لا اعملها بالفراخ. جبت فرخة 2 الا ربع، معايا بصلة، معايا تومة، طماطمايه مكعبات، بصل، فلفل وجزر، سمنة وزيت. هنا بقى لومي، آه، قرفة بودر، كمون وفلفل ومسكة وحبهان، قرفة شجر، كركم. ماشي. رز البسمتي انا عامله المره اللي فاتت، انا صراحه مع قلت لكم انا عامله ربع كيلو، بس قسمت النص كيلو على مرتين، لكن المره دي انا جايبه نص كيلو. تعالوا بقى نعمل مع بعض على البوتاجاز. الطريقه دي فعلا تحفه. انا مش هعملها بنفس طريقه اللحمه. تعالوا مع بعض نشوف هنعمل ايه. بصوا يا حبايب قلبي، انا جيت على البوتاجاز طبعا، الحله هحط فيها الزيت والسمنه. انا تقريبا كنت مغطيه. بصوا هسيبها تسيح، وهجيب بقى البصل، واحط الثوم. بصوا ركزوا معايا لان هي مش زي بتاعه اللحمه خالص. شايفين يا حبايبي؟ انا حطيت البصله، بصوا احط الجزر والفلفل الاخضر. نفسي تيجوا تشموا الريحه، ولا واكلكم كمان، مش تشموا الريحه بس عشان ما تقولوش انا. بصوا بعد المرحله دي بقى هعمل ايه؟ هحط الطماطم، لان انا في اللحمه المره اللي فاتت نسيت الطماطم. هنشوح برضه تشويح حلو. وهقوم جايبه ايه بقى؟ البهارات. بصوا يا حبايبي، انا مش هقول لكم، شايفين انا مش هحط الملح دلوقتي خالص. نشم بقى الريحه. شايفين؟ انا بحب المنظر ده جدا. بصوا انا شوحتها كده. في المرحله دي بقى هعمل ايه؟ احط ميه، مش هكتر برضه. شايفين؟ هسيبها تغلي وهوريكم بعد كده هنعمل ايه مع بعض. بصوا يا حبايب قلبي، هي كده غلت. في المرحله دي بقى هعمل ايه؟ انا غسل الفراخ كويس جدا. هعمل ايه؟ هقلب الصدر على ظهر على الحته دي. شايفين؟ وبعد ما تستوي بقى هوريكم هنعمل ايه بقى مع بعض. بصوا يا حبايب قلبي، انا كده حطيت الملح. هي الفراخ كده 3/4 سوا. بصوا الريحه ما اقولكوش، يعني ريحه تحفه. الفراخ هتستوي. هولع دلوقتي، هولع فرن البوتاجاز. هي قدامها هي 5 دقايق، وهوريكم هنعمل ايه تاني مع بعض. بصوا يا حبايب قلبي، هي كده الفراخ استوت. شايفين شكلها بتاكل كده، بس احنا بنحب الحاجه ايه؟ بصوا يا حبايب قلبي المنظر. شايفين؟ هحطها في فرن البوتاجاز تتحمر. بصوا يا حبايب قلبي، انا حسيت ان الشوربه كتيره، قمت شايله منها شويه عشان الرز ما يبقاش سايح. تعالوا نحط الرز مع بعض بقى.
هو ملحه مظبوط وكل حاجه فيه مظبوط، شايفين؟ لان احنا ما بنحبش الرز البسمتي سايح او كده. انا متهيألي هو كده ايه، الميه حلوه قوي كده الشوربه. اما الفراخ بقى تتحمر والرز يستوى هرجع اوريكم مع بعض الاكل ايه. الحله دي فيها ملوخيه، بصوا ملوخيه خضراء انا مفرزاها. عملتها ازاي؟ عملت بصلايه حمرتها، حطيت فيها الطماطم، اتسبكت، حطيت فيها شويه كزبره ومكعب مرقه، مش عايزه تحط مرقه ما تحطيش، وحطيت الملوخيه وهي متجمده. شوفوا فكت لسه. بس هعمل التومه بتاعت الملوخيه هعملها ازاي. هعمل تومه واحمرها واحط فيها كزبره واطشها. الملوخيه طبعا مفيده جدا، و بصوا بيبقى طعمها حلو قوي. احنا مش هنعمل سلطه الدقوس. الحله دي بقى فيها شوربه، هوريكم بقى الاكل كله بعد ما اغرفه. بصوا يا حبايبي، شايفين المنظر؟ بصوا هي استوت والفراخ اتحمرت. هوريكم مع بعض الاكل في الاخر. شايفين يا حبايبي المنظر وريحه الفراخ وهي في الفرن وهم. بصوا الملوخيه ده انا اللي مفرزاها، شايفين؟ بصوا الجمال، بصوا الجمال. بصوا بقى شويه لسان عصفور سلقتهم وكبت ميتهم وقمت حطيتهم في الشوربه، شايفين؟ حبايب قلبي، لو عجبكم ما تنسونيش في لايك وشير وكومنت حلو وفعلوا الجرس. مع السلامه.